من أخطر كلمات الحديث السلبي اللي احنا ممكن نكون بنقولها لنفسنا ونكون بندمر بيها الحاضر بتاعنا والمستقبل بتاعنا كمان، هي كلمة ان احنا نقول لنفسنا خلاص بقى انا مش هقدر اعمل الحاجة دي، او خلاص انا راحت عليا، او خلاص الوقت عدى انا مش هلحق. كل الكلمات دي لو احنا قلناها ما بيننا وما بين نفسنا، محدش هيحكم علينا بان فعلا احنا مش هنلحق وفعلا احنا مش هنعرف نعمل حاجة غير ان احنا قلنا كده. انما اي حاجة تانية في الدنيا ممكن تحصل. وفي فخ تاني برضو ممكن نقوله بدل الكلمة دي، وهو ايه بقى؟ وهو انا هبدأ من اول السنة الجاية، انا هبدأ من اول الشهر، او انا هبدأ دايت من اول الاسبوع من يوم السبت. ما تفهموش ايه علاقة ان احنا نبدأ بأي حاجة مع بداية سنة جديدة او بداية حاجة جديدة. عشان كده انا قررت ان انا اصور الفيديو ده قبل ما 2024 تخلص ومع بداية 2025، عشان تبقى رسالة لكل حد مقرر ان هو يتغير او مقرر ان هو يعمل حاجة في حياته، او بيقول خلاص انا راحت عليا انا مش هلحق ان انا اعمل حاجة. اقول له لا، انت هتلحق. مع ان احنا خلاص اهو في اخر السنة، احنا خلاص في شهر 11 وشهر 12 جاي. فممكن ناس كتير تخدع نفسها وتقول لنفسها خلاص بقى لما ابدأ بقى من السنة الجديدة، خلاص بقى السنة قربت تخلص. طب وبقية الشهر 11 وشهر 12 اللي فاضلين دول نضيعهم على نفسنا ليه؟ انتوا عارفين ان انا في سنة 2021 كنت كاتبة كتاب ما اقدرش اقول لا، بس انا في الاول خالص كتاب ما اقدرش اقول لا ده الكتاب الوحيد اللي انا كتبته على ايدي، يعني كتبته بايدي لان انا اصلا بحب الكتابة وكنت يعني ليا علاقة كده كبيرة قوي بالكتابة، بس بكتب بالورقة والقلم. فانا كتبته بالورقة والقلم. هو الكتاب بصراحة مش كبير قوي، اللي هو اول كتاب ليا ما اقدرش اقول لا. وبعدين بعد ما كتبته انا كنت لسه في النهاية بتاعته، لقيت حديث النفس بقى جالي قال لي ايه، انا كنا في شهر 11. قلت لا خلاص، وانا يعني السنة قربت تخلص مش لازم بقى اكمل الكتاب، خليه بقى للسنة الجاية ابقى اكمله. والحمد لله ان انا قلت لنفسي ساعتها لا. ليه تستني للسنة الجاية؟ ما انت لسه قدامك بقية 11 وقدامك 12. ما تقومي وتكملي الكتاب وتنقليه على الباوربوينت. انا كان مش باوربوينت، سوري، على الوورد. انا كان اللي مكسلني قوي ان انا انقل الكتاب من ان انا كاتباه في ورق عادي ان انا انقله على اللابتوب. فساعتها لا، قلت لنفسي لا، وقمت وعملت فعلا ده وطلعت الكتاب بتاعي في شهر واحد. كان الكتاب خلاص طلع واتعمل وراح معرض الكتاب وانا رحت في معرض الكتاب. فلو تخيلوا بقى لو كنت سمعت كلام نفسي قلت لنفسي لا خلاص بقى اما ابدا بقى من السنه الجايه. فلا، لو اي حد دلوقتي بيقول لنفسه لا خلاص انا هبدا بقى من السنه الجايه، يقول لنفسه لا ويوقف نفسه لحد المرحله دي ويقول لنفسه لا، انا هبدا، انا هعمل حاجه، انا هغير حاجه في الشهر ونص اللي فاضلين دول. وانا هقول لكم النهارده هتكلم معاكم على عادات يوميه روتينيه ممكن تعملوها. 4 عادات، 4 حاجات ممكن تعملوها في يومكم. حاجتين انتوا تبطلوهم خالص لان هم مدمرين وممكن الناس تكون بتعملها كل يوم. وحاجتين تانيين ان انتوا تزودوهم في حياتكم عشان يبقى ايه، بتعملوا حاجة ايجابية في اليوم بتاعكم فهيعود عليكم بالنفع. ومع الوقت في سنة بقى 2025 تبدأوا السنة بقى بطاقة حلوة، وتبدأوا السنة وانتوا تخلصتوا من حاجتين وحشين جدا وحطيتوا حاجتين حلوين جدا في الروتين بتاع اليوم بتاعكم. فبالتالي هتبدأوا سنة 2025 بطاقة حلوة كده، بنشاط، بان انا اعمل اكتر وابذل مجهود اكتر على نفسي وعلى بقى صحتي وعلى شغلي وعلى الحاجات الكتير، الاهداف الكتير اللي انتوا نفسكم ان انتوا تحطوها في 2025. فخلي ده يعني الفيديو ده كأنه بيقول لكم تسخين لسنة 2025 والحاجات الكتير اللي انتوا نفسكم ان انتوا تحققوها. وعشان كمان مع نهاية سنة 2024 ما تبقاش السنة عدت واحنا ما عملناش حاجة، او ما تبقاش السنة عدت واحنا عملنا حاجات يعني بسيطة. لا، خلي السنة تعدي والسنة تخلص واحنا عندنا طاقة بان احنا استثمرنا في اخر شهر ده وحطينا وبذلنا مجهود كبير. تعالوا كده نقول مع بعض ايه هي العادات دي. قبل ما اقولها لكم عايزة اقول لكم حاجة، واصلا عشان حد يبني اي عادة محتاج يعني 40 يوم، ممكن اقل عند ناس، بس يعني عشان تبني عادة علميا محتاج 40 يوم. فانت معاك الوقت اهو، عشان على سنة 2025 هنبدأ مع بعض العادات دي تكون خلاص بقت في الروتين بتاع يومنا العادي. هما 4 حاجات. الحاجتين اللي هنشيلهم الأول، الحاجتين المدمرتين للصحة، والله مدمرتين. أول عادة هي إيه؟ أول ما بتصحى من النوم، أول ما بتصحى من النوم وتفتح عينك كده، عايزة كل واحد فيكم يقول لي بيعمل إيه. يا ريت لو تكتبوا لي في الكومنت بتعملوا إيه أول ما بتصحوا من النوم، إيه أول حاجة بتعملوها؟
في بعض الناس هتقول، وانا عارفة ان هم هيبقوا كتير، بنمسك الموبايل بتاعنا. هي دي أسوأ عادة، أسوأ عادة تبدأ بيها يومك، ان انت تقوم اول ما تفتح عينك تمسك الموبايل بتاعك. ليه؟ هقول لكم ليه، يعني تأثيرها عليكم هيكون ايه. اول حاجة، انت لما بتفتح عينك ففي هرمون كده اسمه الميلاتونين. الهرمون ده هرمون النوم، هو اللي بيحفز وبينشط دايرة النوم بتاعتك في جسمك. فانت اول ما بتفتح عينك انت بتسبب خلل في الهرمون ده، لان انت بتبص على الشاشة بتاعة الموبايل، فبتسبب خلل في الهرمون ده. فده هيسبب ايه؟ هيسبب ان انت يبقى عندك اضطرابات في النوم، لما تيجي بالليل تنام مش هتعرف تنام كويس، طول اليوم هيبقى عندك أرق. طيب دي أول حاجة، دي أول كارثة عملتها في حق نفسك. تاني كارثة، هيبقى فيه تعب في العين وفي الأعصاب. دي تاني كارثة هتحصل في عينك. وخلي بالكم انتوا بتعملوا ده بشكل يومي، يعني انت بتعمل كل ده في نفسك كل يوم، كل يوم بتسببوا الحاجات دي لنفسكم. فبعد سنة سنتين 3 تخيلوا تأثير الحاجات دي هيبقى عليكم عامل ازاي. تمام؟ دي تاني حاجة بتضرك لما تمسك الموبايل أول ما تصحى من النوم. تالت حاجة، المحتوى بقى اللي بتبص عليه في الموبايل ده، سواء كان الرجالة مثلا اللي أول ما بتفتح بتحب تشوف الأخبار، فده كارثة، ده كارثة في حد ذاتها. ممكن ماشي تشوف الأخبار، ولكن مش أول ما تصحى من النوم، مش أول ما تصحى من النوم، ومش من خلال الموبايل، لأن ده هيديك توتر وقلق. والتوتر والقلق دول مش حاجة عادية، لا دول بيسببوا لك ايه بقى؟ ارتفاع ضغط الدم. وارتفاع ضغط الدم ده معناه حاجات كتير جدا في الجسم، معناه ان انا هيزيد السكر بتاعي في الجسم، والسكر هيتحول للدهون، والدهون هتتراكم وتسبب لي امراض وحاجات كتيرة جدا. يعني هرمون التوتر ده اللي هو الكورتيزول بتاع اللي هو لما بيجي لي توتر بيفرز هرمون الكورتيزول. ده عبارة عن كأنك حطيت قنبلة في جسمك، بتنفجر بقى واحدة واحدة واحدة، وبتبتدي تجني بقى ثمارها مع الوقت. فأمراض يعني احنا في غنى عنها، أمراض كتير جدا هتسببها لنفسك بسبب ان عادة انك تصحى من النوم تمسك الموبايل أول حاجة تعملها، تتفرج بقى على الأخبار. حتى لو بتتفرجي على عادي ريلز عادية، ناس بتتكلم عادي، برضو انتي معرضة لان انتي تعرضي يجيلك توتر بسبب موقف معين، بسبب حاجة استفزت عندك، حاجة ممكن ما نعرفش ايه اللي ممكن ان احنا نشوفه. حتى لو حاجة كانت مفرحة بالنسبة لك ممكن تصحي عندك ذكرى تضايقك اصلا. بلاش الموبايل الصبح، بلاش اول ما اصحى امسك الموبايل بتاعي. دي اسوأ عادة ممكن حد يعملها في حق نفسه، ان هو بيبقى بيأذي نفسه بنفسه. فقول لنفسك، اول حاجة تقولها لنفسك، انا عايز ابطل عادة اني امسك موبايلي اول ما اصحى. وعشان نبطل العادة دي محتاجين نحط بدلها عادة كويسة. انا هقول لكم مثلا انا بعمل ايه، وكل واحد يشوف ايه البدايل اللي هو ممكن يعملها. وممكن تقولوا برضو في الكومنتس، ممكن حد يستفاد من حد، يعمل حاجة زي حد. انا هقول لكم انا بعمل ايه. انا اول ما بصحى من النوم بس بقفل الالارم بتاع الموبايل بتاعي، ده اللي انا بعمله. بقوم بقى بعمل ايه؟ بتوضى، بصلي الفجر. بعد ما بصلي الفجر بقرأ الورد بتاع الأذكار الصباح، وبعد كده بقرأ الورد بتاع القرآن بتاعي، بقول التسبيح بتاعي. فبصحى بحس بسكينة، يعني بداية يومي كده أول حاجة في يومي بتبقى سكينة، بيبقى البيت كله لسه نايم، ولادي لسه نايمين، فبحس بسكينة كده، وإن أنا بدأت يومي كده بسم الله الرحمن الرحيم، بداية يومي كانت مع ربنا. فدي بداية يومي. بعد كده بدخل بقى على المطبخ، بعمل لانش بوكس للولاد، وبكمل بقى يومي الشغل بقى و فدي كانت بداية يومي. اكيد ليها تأثير على بقية يومي. انا بادئه مش بهرمون بقى توتر، انا بادئه باحسن هرمونات ممكن تكون في الدنيا لما تكون مع ربنا. فدي بداية يومي. لو حد عايز يعمل البداية دي، او قولوا لي انتوا مثلا بتبتدوا يومكم اصلا الساعة كام، وممكن تعملوا ايه لما تبتدوا يومكم في الساعات اللي انتوا بتبدأوها فيها. يبقى دي كانت أول عادة مدمرة، والله العظيم مدمرة، مدمرة لصحة جسمنا، ومدمرة لصحتنا النفسية. فهي حاجتين، نفسيتي وسعادتي هي بتأذيني، وجسمي بتأذيني وبتسبب لي أمراض، فلازم أشيلها، لازم أشيلها. دي أول عادة. تاني عادة مدمرة جدا لازم أشيلها برضو، هي عادة إيه؟ القهوة أو الكافيين بأيا كان أنواعه. يعني لما بتشرب القهوة، يعني أول لما بتصحى من النوم، او كافيين اول لما بتصحى من النوم، ده برضو بيعمل ايه؟ بيعلي هرمون الكورتيزول عندك في جسمك. اول حاجه بتحصل، والهرمون ده احنا اتكلمنا عنه في العاده اللي قبلها، دي كارثه. فما بالك بقى لو صحيت مسكت الموبايل
وقاعد بقى كمان بتشرب القهوة، يا سلام، يعني تدمير لأعلى أقصى الدرجات. يبقى أول حاجة بيعملها بيرفع هرمون الكورتيزول في الجسم، وده كارثة من كوارث اللي احنا بنعملها في نفسنا. تاني حاجة بتعملها ايه القهوة؟ ان انا ما بفوقش، ما بعرفش افوق، لانها بتأثر برضو على هرمون النوم. فمش يعني بدل ما هو ما بيروح من جسمي في خلال ساعة او ساعتين بصورة طبيعية، زي ما ربنا ما خلقنا ان هو يروح بجسمي بصورة طبيعية، لا، هو ما بيروحش بصورة طبيعية، هي القهوة بتوقفه، ما بتخليهوش يمشي اصلا، بتمنعه ان هو يمشي، فبيتحبس في جسمي. فبالتالي بحس بايه؟ بحس بتعب وارهاق بقية اليوم كله. فلما التعب والارهاق مفعول القهوه يروح، الاقي نفسي بقيت مصدع جدا، انا عايز قهوه تاني اشربها، مفيش مفعولها كمان ساعه ساعتين، مصدع تعبان، اروح واخد قهوه تاني، وافضل هكذا طول اليوم. فانا حطيت نفسي ان انا بقيت اسير القهوه عشان افوق، بقيت اسير القهوه طول اليوم. اول حاجه. تاني حاجه، اثرت على دايره النوم بتاعتي وعلى هرمون النوم بتاعي، ان انا ما راحش من جسمي بصوره طبيعيه خلال ساعه او ساعتين. عشان كده اقل وقت، اقل واقصى وقت تشرب فيه قهوه اول ما تصحى ساعه، يا من ساعة يا ساعتين. انما قبل كده تبقى بتأذي نفسك وبتضر نفسك وبترهق نفسك. مش بتشرب قهوة عشان تفوق، لا، القهوة بقى هنا هتخليك ما تفوقش اصلا، وهتخليك مرهق طول اليوم. فاقول لنفسي لما اجي اشرب القهوة، اقول لنفسي ايه؟ لا، هي دي مش هتفوقني، دي العكس تماما، انا هصبر ساعة. واكيد طبعا في الاول كل حاجة بتبقى صعبة، ولكن مع المثابرة، ومع ان انا عارف واقوي نفسي واقوي صوت عقلان جوايا، واقول لي لا، دي عشان، ده عشاني، ده عشان مصلحتي، ده عشان انا ابقى فايق طول اليوم. مفيش اسبوع او 10 ايام بالكتير هتلاقي نفسك خلاص بطلت العادة دي، وعلى بقى 2025 هتبقى بتبدأ يومك لا من غير قهوة ولا من غير موبايل. فهتحس بقى ان انت جنيت ثمار الحاجات دي، لانها هتأثر على يومك، هتأثر على جودة يومك، وهتأثر على جودة نفسيتك، وهتأثر على جودة صحتك. والحاجات دي كوارثها بتبقى من اصعب ما يكون، ان احنا ما بنجنيهاش في ساعتها. يعني زي مثلا السجاير كده، احنا كلنا عارفين ان السجاير مضره، ودينا اهو دلوقتي عرفنا ان مثلا الموبايل مضر، وان القهوه مضره الصبح. ولكن ليه بنكمل فيها؟ لان احنا ما بندقش الثمار الوحشه بتاعتها في ساعتها، مش بنجني الثمار الوحشه ساعتها. يعني ما بشرب سجاره ما بيجيليش على طول، بعد الشر علينا، كانسر، ما بيجيليش على طول قلبي بيقف، ولا سد الشرايين، ولا الحاجات الكوارث دي ما بتجيليش في ساعتها. فعشان كده بشرب بقى وخلاص. يعني بتبقى لحظه متعه لحظيه، ولكن على المدى الطويل بتبقى امراض. دول برضو نفس الحاجه، هي متعات لحظية، ويا ريتها بتبقى متعات أصلا، هي أساسا كمان مش متعات. ومع الوقت الطويل والعمر الطويل هتتحول لأمراض وسوء صحة نفسية فوق ما تتخيلوا. فدول العادتين لازم 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 نلغيهم من حياتنا، وعشان على بداية 2025 نبدأ فريش كده وما عندناش العادات دي. الحاجتين بقى التانيين اللي انا عايزاكم تزودوهم في يومكم، ودول بقى هيبقوا سهلين عليكم قوي ان انتوا تزودوهم. التانيين هيبقوا صعبين ان انتوا تشيلوهم، ولكن مع المثابرة هيتشالوا. دول بقى سهلين قوي ان هم يتحطوا. اول عادة هي الحركة. والحركة هنا انا ما اقصدش رياضة وان انت تروح جيم، لا لا، انا اقصد طبعا اللي بيروح ما شاء الله ربنا يعني يثبته ويكمل. انا اقصد حركة بمعنى ايه؟ العب مع اولادي، اتنطط، اتحرك في شغل البيت مثلا، ده حركه. بدل ما اركن عربيتي قريبه قوي من الشغل، اركنها بعيده شويه واتمشى من الشغل والشغل. رايحه المول مثلا، اتمشى اجيب حاجات، اتمشى وانا رايحه المول. اركن العربيه بعيد شويه، اتمشى. انزل مع صحابي، اتمشى. اروح النادي، اتمشى. وصلت ولادي التمرين، بدل ما استناهم الساعتين وانا قاعده على الكرسي، على الاقل 10 دقايق منهم اروح اتمشى. تمشيه، حركه حركه حركه. الحركه بتعمل ايه بقى؟ مش احنا بقينا حاسين بضغط وحاسين بهموم؟ الحركة دي بقى هتعمل لنا ايه؟ هتخلينا نحس بسعادة. الحركة هتخلينا نحس بسعادة. ليه؟ لان هي هتفرز هرمونين للسعادة، هرمون الاندروفين وهرمون الدوبامين. الهرمونين دول بتوع السعادة، فهم دول هيتفرزوا لما اعمل ايه؟ لما اتحرك حركة عادية بسيطة جدا. الحركة دي هتخليني انا سعيد نفسيا عشان الهرمونات السعادة اللي اتفرزت، وهتخليني كمان نشيط جسديا، عندي نشاط كده في جسدي. وكمان بيأثر على المخ في ايه بقى؟ في حاجة بتنشط لما بنتحرك
بتحرك حاجة اسمها الحصين في المخ، والمنطقة دي بتبقى مسؤولة عن ايه؟ بتبقى مسؤولة عن تخزين الذكريات. فبالتالي بقى مع العمر ومع الوقت الطويل مش هيجيلنا خرف، مش هيجيلنا امراض ان احنا او مثلا ننسى او ان احنا نبقى مش فاكرين، لا ذاكرتنا هتبقى كويسة جدا. فانا بحافظ على صحتي، بحافظ على جسمي، ده غير بقى ضغط الدم، ده غير ان الحركة بركة. يعني احنا بنقول على طول ان الحركة بركة، فالحركة فعلا هتجيب البركة عليا في حياتي، في عقلي وفي صحتي الجسدية وفي صحتي النفسية. دي كانت تالت عادة أنا عايزة أحطها في يومي، ممكن تعملوها في أي حاجة بسيطة. شوفوا أي حاجة بتعملوها واعملوها إن شاء الله، حتى لو تمشي في البيت 10 دقايق، اسمعي فيديو أو أنتوا بتسمعوا فيديو يوتيوب زي ده كده مثلا، اتمشوا 10 دقايق وأنتوا بتسمعوه، أيا كانت الحاجة ولو بسيطة. ده بقى هيدخلنا على العادة اللي بعدها، اللي هي رقم 4، اللي احنا نحطها في يومنا، إن احنا نعمل 1% معلومات مفيدة في يوم بتاعنا. انتوا مش متخيلين لما المعلومات المفيدة تدخل دماغنا. عارفين المثل اللي بيتقال على طول لما بيبقى فيه مية مثلا فيها حاجات مش نظيفة، واحنا نقعد ندلق مية نظيفة، فالمية النظيفة لما تدخل على الحاجات اللي مش نظيفة تفضل تفضي 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 لحد ما الكوباية تبقى مليانة مية نظيفة. ده بقى اللي انا عايزاكم تعملوه، ادخل معلومات مفيدة في يومي. ان شاء الله حتى انا بقرأ، لو كانت عن القراءة، لو كانت عن فيديوز زي الفيديوهات اللي بتتفرجوا عليها مثلا، او سواء عندي او عند ناس كتير على اليوتيوب، سواء مثلا ان انا بسمع بودكاست حاجات مفيدة، ان انا بعمل اي حاجة مفيدة، اي حاجة مفيدة. 1% احسن، ولو 1% في يومي معلومات مفيدة ادخلها دماغي. وكمان من المعلومات المفيدة دي عايزاكم كمان تخلوا المعلومات دي تبقى ليها علاقة بصحتكم، لأن الصحة والأكل بقى والحاجات كتير كده ممكن تتعلموا عنها. لما تتعلموا عنها الوعي بتاعكم هيزيد أكتر، فبالتالي هتلاقوها سهلت عليكم إن انتوا تنفذوها أكتر وأكتر. فبالتالي على سنة 2025 تلاقي نفسك بقى عندك معلومات كتير مثلا عن الأكل الصحي وفوائده، تلاقي عندك معلومات كتير مثلا عن الرياضة، عن حاجات كتير ممكن تعملها، عن الكتابة، عن حاجات كتير ممكن تعملها في حياتك. فبالتالي سنة 2025 تلاقي نفسك حطيت عادات معينة عايز تعملها مع بقى العادات اللي انت عملتها الأربعة اللي احنا قلنا عليهم النهاردة، فتبدأ بقى تبني في نفسك وتحسن من نفسك. وأكيد أكيد أكيد والله أضمن لكم وعد مني، اللي هيعمل الأربع حاجات دول والله العظيم لحياته هتتغير، لأن أنا بطبق على نفسي أي حاجة بقولها لكم. فأنا متأكدة من اللي أنا بقوله ده، متأكدة منه يعني 1000000%. وطبعا مفيش حاجة بتحصل إلا بتوفيق من ربنا. فالأربع عادات دول استمروا عليهم، اعملوهم عادتين ان انتوا تشيلوهم من حياتكم، وعادتين تضيفوهم لحياتكم وتدخلوهم في روتينكم اليومي. والأربع عادات دول هي عادات يومية، وإن شاء الله والله مع 2025 هتلاقوا فرق كبير جدا في عاداتكم. ممكن تكتبوا دلوقتي في الكومنت مثلا انتوا مثلا حاسين بايه او حياتكم عامله ايه، وبعدين بقى في سنه بقى 2025 لو مثلا زي النهارده في شهر 11 انتوا حياتكم هتبقى عامله ازاي بعد سنه من الاربع عادات اللي انتوا عملتوهم دول في حياتكم. والله لا تتغير جدا فوق ما تتخيلوا. في بقى عادة تانية أنا عايزة أقول لكم عليها، ملهاش علاقة بقى بالعادات اليومية، إلا لو حد يقدر يعملها بشكل يومي يبقى ما شاء الله عليه. أنا بعملها بشكل شهري، وهي حاجة فرقت عندي في حياتي قوي، فأنا عايزة أقول لكم عليها لأن أنا نفسي ان انتوا تحسوا بنتيجة الجمال اللي انتوا لو عملتوا الحاجة دي. هي ايه بقى؟ مع بداية اول الشهر اهو بقى، مش انتوا بتحبوا تعملوا كل حاجة في البداية؟ مع بداية بقى اول الشهر دايما بقرأ سورة البقرة. لا ليه بقى مع بداية اول شهر؟ انا بس هنا عشان افكر نفسي، عشان احط ميعاد محدد، لان انا لو قلت مثلا هعملها كل شهر وخلاص هنسى. انما مع بداية كل شهر بفكر نفسي مع اول شهر اقرأ سورة البقرة. طبعا مش انا اللي هقول ايه هي فوائد سورة البقرة، ومش انا اللي هقول قد ايه البركة هتحل عليكم في حياتكم، لا مش انا صاحبة الكلام ده، ولكن انا عن واحدة مجربة الموضوع بقول لكم ان هي حاجة بتفرق جدا. 12 مرة في السنة قراءة سورة البقرة، كل أول شهر مرة. ابدأوها بقى بالشهر ده، شهر 12 اللي جاي، وكملوا عليها في سنة 2025.
والله العظيم، لان حاجتين دول لو شلتوهم، القهوة والموبايل اول ما تصحوا، وحطيتوا الحركة في حياتكم، وحطيتوا معلومات ولو 1% كل يوم، صدقوني حياتكم هتتغير بنسبة كبيرة جدا جدا. اتمنى يكون الفيديو ده نفعكم، وشكرا جدا ان انتوا سمعتوني للاخر. ويا ريت لو لقيتوا المعلومات دي مفيدة تعملوا شير لحد ممكن يستفاد بالمعلومات دي، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي.